الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من مساء الفن. النهاردة حلقتنا هتكون حلقة مميزة بشكل كبير. هو تقريبا وكان عمره لسه 9 سنين. من كواليس المسرح عرف كل حاجة، اشتغل كل حاجة تقريبا على خشبة المسرح. ملقن، مساعد مخرج، ممثل، مجموعة من الأعمال العظيمة والمتميزة. شارك في بطولة مجموعة كبيرة جدا من الأعمال اللي ما زالت موجودة معانا في الذاكرة، وما زال عطاؤه ما شاء الله مستمر. اشتغل مع كبار النجوم: عادل إمام، محمد صبحي، فؤاد المهندس. مشوار طويل جدا مع الفن، وزي ما قلت لكم بدأ من وهو لسه عمره 9 سنين. ما شاء الله، ربنا يديله يا رب العمر والصحة ويمتعنا بأعماله الجميلة. ضيفي وضيفكم النهارده الفنان القدير محمد أبو داود. ازيك يا أستاذ محمد؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ ربنا منورنا يخليك. النهارده. ربنا يخليك، اشكرك. أنا عايزة بس أشيد بحاجة كده أنا شايفاها الناس مش مدينها حقها: رخامة صوت حضرتك وطبقة صوتك ونبرتك. ليه مش مستغلة بشكل كبير بجانب التمثيل؟ يعني لا، عملت حاجات كتير، سواء في الاذاعه او بعض الاعلانات، بس مش يعني اغلبها، قليل منها الاعلانات التجاريه، انما عملت مثلا حاجات، سواء كنت بحب اعمل ده يعني. لما يبقى في احتفال للجيش او الشرطه هتلاقي لي ان انا اللي بقول اللي مكتوب. التعليق الصوتي يعني على التعليق أفلام. الصوتي. عملت اخر حاجه كان للنيابه العامه، وكنت سعيد وانا في وسطهم. فيعني حسب ما بيبقى المتاح بعمله بالشكل اللي يبقى يعني لائق، ويبقى في اضافه. لان انا كل ما اسمعك اقول احنا يعني مثلا طبعا الراحل الكبير محمود ياسين يعني من العلامات المميزه طبعا. اكيد في التمثيل، لكن كمان صوته يعني فيه فخامه عظيمه. حضرتك واحمد فؤاد سليم برضو من نفس النوعيه دي من خامه الصوت. الحمد لله. ما هو مثلا استاذ محمود ياسين رحمه الله عليه الله حبيبي يرحمه. يعني، واشتغلنا مع بعض كتير. وكان اخر حاجه بينا كان مهرجان مسرحي عربي، كان هو رئيس لجنه تحكيم وانا عضو لجنه، وكان هو بقى على طول، لان هو ما كانش بينده لي غير يقول لي يا دودو. فكنت انا بقى يعني هو يرمي عليا العبء، يقول لي انت اللي هتعمل وانت اللي هتسجل وتعمل وبتاع. اقول له ماشي يا استاذ. فكان حبيبي، وكان من اهم طبعا استاذ محمود ممثل كبير وفنان عظيم طبعا. انما صوته كان من ضمن الحاجات اللي خليته في البدايه يشتغل. وطبعا كنت انا صغير وانا هاوي يعني بشتغل في بمثل في مركز شباب الجزيره وبتاع. وكان بيتعرض اياميها مسرحيه من اهم المسرحيات اسمها ليله مسرح جيفارا، تاليف الاستاذ ميخائيل رومان، وكانت اخراج الاستاذ كرم مطاوع العظيم. كان الاستاذ كرم بيمثل فيها كمان، والسيده سناء جميل، والاستاذ ابراهيم الشامي، والاستاذ ابو زهره. وكان الاستاذ محمود بيقول مونولوج عبقري يعني. حتى انا المونولوج ده، لان انا عملت الشخصيه بعد كده في المركز شباب الجزيره، دخلنا بيها مسابقه الجمهوريه وخدت بيها ممثل اول. ومن حب للشخصيه، عارفه حضرتك لما بنخش المعهد بنبقى عاملين مشهدين، واحد لغه عربيه وواحد عاميه. تمام. كان ده المشهد العام اللي دخلت بيه في اللي دخلت الاختبارات. بيه المعهد. كان سوري، كان ده اللغه العربيه. ودخلت ب المشهد الثاني كان العاميه مراد في جواز على ورق الطلاق، اللي كان بيمثله الاستاذ كرم مطاوع. وانا كنت في الفتره دي، كنت يعني قبل ما اعمله وانا داخل المعهد، ان كنت الملقن في المسرحيه دي يعني. كانت اخراج الاستاذ عبد الرحيم الزرقاني وتاليف الاستاذ الفريد فرج. كان فيها بقى ابطال: مدام سهير المرشدي، مدام زوزو نبيل، الاستاذ عادل بدر الدين. كان مجموعه كبيره يعني.
حضرتك دخلت تقريبا كواليس المسرح من وانت عمرك 9 سنين. يعني ده اللي كان الفرض اللي حصل. كان والدي عنده فرقة مسرحية هواه، مم. يعني ناس الهواه دول يعني ايه، كان منتشر في مصر غير مسارح القطاع الخاص او مسارح محترفين الدولة. او مسارح الدولة. كان مم. في اللي بيحبوا بقى الفن بيجمعوا بعضهم ويأجروا مكتب كده ويجمعوا من بعض، يدفعوا اشتراكات كان 20 قرش في الشهر او ربع جنيه، ويصرفوا ويأجروا مسرح ويعملوا عروض يوم او اتنين. فكان فاكر انا المسرحيه دي كان والدي مأجر مسرح 26 يوليو. 26 يوليو ده مش موجود دلوقتي، مم. ده اللي مكانه الان مسرح الطليعه والعرايس. ده كان تمام. مسرح اسمه 26 يوليو، وكان بيعمل مسرحيه اسمها لعبه حماتي، وكنت انا بعمل الولد الصغير اخو البطله فلفل الفتان اللي بيفتن، لان البطل حلاق مم. بيحبها يعني، وفلفل بيفتن عليهم. وكان والدي الله يرحمه بيعمل دور صاحب البطل، مدرس لغة عربية وبيتكلم لغة عربية مقعرة يعني. فبحكم فرقة والدي يعني ان اشتغلت وانا صغير، رغم ان انا اخواتي كتير ما حدش منهم اشتغل في فن غيري. يعني الوحيد اللي لفت نظره فكرة التمثيل والإخراج والمسرح حضرتك. من ساعة ما رحت وانا بحبها ومتابع. وحتى كان لسه حد بيسألني السؤال ده يعني، كان الأطفال وهم صغيرين أي حد يسألهم لحد دلوقتي يعني، عايز نفسك تطلع لما ايه؟ تكبر إيه يا حبيبي بقى؟ اللي يقول ضابط، اللي يقول دكتور، اللي يقول مهندس. قال لهم أبقى ممثل بس. ففضلت أنا الحكاية دي لحد وأنا بقى بشتغل بعد ما يعني بدأت في فرقة والدي. إن سبت فرقة والدي واشتغلت في مسرح الدولة. بقى كنت أنا لسه صغير بقى القطاع الخاص بقى، ووالدي قلب الفرقة فرقة محترفين بقى معاه نجوم يعني. تمام. فعايز اشتغل بقى في مسرح الدولة اللي هو بقى كان في وجهة نظرنا في الفترة دي هو القيمة والكلمة وما والفن زال بقى طبعا. البتاع. مم. فعشان كده بدأت حاجات ده يعني. أول حاجة كانت تلقين ولا لا أدوار لا انا صغيرة اشتغلت، كومبارس؟ لا اشتغلت كومبارس في فرقه كان بيمثل فيها والدي. كانت اخراج الاستاذ العظيم الاستاذ نبيل الفي رحمه الله، اللي هو بعد كده بقى استاذي في المعهد. كان بيخرج مسرحيه اسمها يا سلام سلم الحيطه بتتكلم، وكانت بطوله الاستاذه الراحله سامحه ايوب واستاذ كمال ياسين الله يرحمه، استاذ فؤاد شفيق اخو ابن الاستاذ شفيق نور لا حسين رياض. لا كان حسين رياض. آه. فؤاد شفيق اخو حسين رياض. اه. بس مش فاكر بقى كان الاستاذ فؤاد شفيق ولا ابنه حسن شفيق. تمام. يعني كده يعني. حد من العيلة يعني. يعني كنت كومبارس بقى، كنت لسه ما دخلش المعهد. كان معايا اياميها اللي بيعملوا ادوار ثانويه برضو زي كده وبتاع كان وحاجات مين؟ كده. كان الله يكرمه ويديله الصحه صبري عبد المنعم، الله يرحمه يسر مصطفى، مم. ربنا يكرمها ويديها الصحه جليله محمود. مم. كان في مجموعه كده كانوا هم طلبه معهد، انا كنت لسه ما دخلش المعهد يعني. كان والدي بيزقني يعني. بعد منها اشتغلت مع الحاج رشاد عثمان الله يرحمه. كان اول اخراج له مسرحيه كان بيخرجها. كانت الدوله بقى بتدي فرص للمخرجين الشبان، يعني يجوا يعملوا ايه، يقولوا هيبقى في بدل مسرحيه كبيره 3 فصول او جزئين، يروحوا عاملين 3 مسرحيات، كل مسرحيه فصل واحد وان اكت، ويجيبوا 3 مخرجين شبان يدوهم الفرصه. كان الحاج رشاد عامل مسرحيه اسمها الحزام، وكان الاستاذ جلال توفيق الله يرحمه لا جلال عبد القادر كان بيعمل مسرحيه اسمها الطريق. وكان الدكتور محمد عبد المعطي بيعمل روايه اسمها كانت روايه بتاعت معين بسيسو بس ما طلعتش، مش فاكر، شمشون ودليله او حاجه كده، ما طلعتش. طلع في العرض مسرحيتين بس، مسرحيه الحاج رشاد ومسرحيه جلال عبد القادر.
كان مسرحيه الحاج رشاد دي فيها ناس اول مره بتاخد فرصه يعني كتمثيل ولا كتمثيل. كتمثيل يعني مثلا النجم الكبير الاستاذ بعد كده العظيم الاستاذ حسن عابدين، مم. الحاج محي الدين عبد المحسن الله يرحمهم الله جميعا يرحمه. يعني الاستاذ ابو الفتوح عماره، مدام ميرفت سلام ميرفت سعيد، وكان والدي بيمثل فيها برضه. فانا اشتغلت فيها، خدني الحاج رشاد اشتغلت مساعد اداره خشبه مسرح. يعني ايه؟ يعني ايه؟ في مدير خشبه مسرح، اه في له مساعد اول، في مساعد تاني، انا كنت مساعد تاني. طب ايه دوره؟ يعني بيعمل ايه على خشبة المسرح؟ مدير خشبه المسرح ده حضرتك دلوقتي احنا قاعدين كده، اه في حد مسؤول بره غير المخرج طبعا، مم. المخرج ده الكبير، انما يقول ايه، خلي بالك هتدخل بعد 5 دقائق كذا، مثلا عندكم في يعني في الفاصل هنظبط نعمل كده. في المسرح بقى الممثلين على المسرح مين اللي يقول للممثل خش ده دورك. ينزل مزيكا، يغير اضاءه، ده مدير خشبه المسرح، وتحت ايده بقى مساعدين يقول له روح مثلا، يقول لي جهز الاستاذ حسن عبد الدين، جهز الفلان، وقف مش عارف دخل. ده مساعد اداره مسرح. فانا تدرجت طبعا من مساعد اداره مسرح تالت لتاني لحد مساعد مخرج تاني، مساعد مخرج اول، مخرج منفذ. يعني خدت ده في وسطهم بقى. الله يكرمه بقى ويرحمه الحاج رشاد عثمان، هو اللي ورطني في حكايه التلقين يعني. يعني انا ما كانش عمري، انا فكرت انك تكون ملقن في المسرح؟ عمري ما فكرت. انا راجل عايز امثل، بس طول ما عنديش فرصه امثل. انت عايز تبقى شغال موجود، ابقى شغال، فبشتغل اداره مسرح، بشتغل بتاع، لحد ما في يوم كان العرض بتاع الحاج رشاد بقى بيخلص يعني، فقال لي بكره تيجي المسرح. كنا في محمد فريد اللي في عماد الدين، تيجي بكره عشان الاستاذ كمال ياسين عايزك معاه. تمام. انا قلت الاستاذ كمال ياسين عايزني كده يعني، نفس الحكايه يعني. فرحت بدري وقاعد. اول ما دخل الاستاذ كمال الله يرحمه حبيبي، اشتغلت معاه اكتر من عمل يعني، فاول ما دخل بص على قال لي انت الملقن؟ فجاه رديت قلت له وانا عمري ما لقنت يعني. واتحطيت في النار. صعبه؟ اصعب حاجه التلقين؟ يا صعبه جدا. مش اي حد يعرف. كان عمرك قد ايه تقريبا في الفتره دي؟ على ما اظن كان عندي 14 سنه، 14 ونص، بس طول عمري طويل كده وبتاع، ولاني بشتغل وانا صغير يعني. ف والتلقين كمان يعني بالنسبه لمسارح القطاع الخاص يمكن اسهل من الدوله. ليه؟ القطاع الخاص الناس كانت بتشوف في المسرح الحته النص قبل الخشب لا دي الكمبوشه. الكمبوشه عارفينها دي. فالملقن بيقعد تحت منها، اما بيقعد فبيبقى في نص المسرح، فيقدر يلقن ده ويلقن ده. تمام. انما الملقن في مسرح الدوله ما فيش حاجه اسمها كمبوشه، عيب. امال تقعد فين؟ فالملقن يقعد في الكالوس، فاقعد في الكالوس ده فعلا، ولازم القن اللي الناحيه الثانيه. وفتحه خشبه المسرح 16 متر. طب ما هو الجمهور هيسمع وانت بتتكلم. ما هو ازاي بقى يعني لو انت بتلاقي اللي جنبيك تمام، لكن اللي بعيد خالص ده هتعمل ايه؟ ما هي دي بقى شطاره الملقن. يعني فيها تكنيك، يعني فيها طريقه. ما هو انت بتلقني مش بلقن بصوتي كده. امال ايه؟ اسمع الكلام اللي هقوله لك. فانت بتقولي بحه. البحه دي عشان ما يسمعش المتفرج. الاهم من ده وده ان انا لما بقول لك الكلام بقوله في السكته بتاعتك. ازاي؟ اساليني حضرتك سؤال. ازاي عملت موضوع التلقين؟ وبعدين هذا قولي كذا. طب ما هو في ممثل تاني بيتكلم. لا ما هو حضرتك صعب قوي الموضوع ده. ده في بقى ممثل بيقول مونولوج صفحه. طب وتتنقنوا ازاي؟ فبين الجمله والجمله هو بيقول اسمعني بقول لك ايه، اقول له لو ما سكتيش هضربك. لا لو ما سكتيش هضربك. يبقى في السكته تقوم انت قايل له على طول الجمله اللي بعدها. لازم اقول له وبسرعه وببحث. طب ولو ما سمعتش؟ في فرق بين نجم ونجم. يعني عندك مثلا من اعظم اللي كانوا ياخدوا
من الملقن الاستاذ حمدي غيث. مم. الاستاذ حمدي غيث بياخد كل كلامه من الملقن. يعني ايه كل كلام؟ يعني كل اللي هو هيقوله الحوار؟ اوقات كان بيقول مونولوج واحنا في نور الظلام صفحتين، بس هو مش حافظه، لازم ياخد من الملقن كلمه كلمه. وميزته بقى ايه؟ لو هو انا اديته الكلمه غلط، ما هو خلي بالك انا بديله مم. في السكته، اه. وبديله مش باداء، بالمعنى ان الجمله دي مفتوحه ولا مقفوله. ما هو وانت وانت في عندك القاء. 14 سنه؟ اه، مم. ما هي دي بقى عشان كده انا بقيت احسن ملقن بعد كده يعني. اه. وكان الاستاذ فؤاد المهندس برضو نفس الكلام؟ الملقن لازم قاعد وعارف والبتاع وكده، وانا اخرجت الاستاذ فؤاد وعارف. اه. في نجوم تانيين ما كانوش يعرفوا ياخدوا الملقن، يتلخبطوا، اذا ما خدش الجمله مظبوطه يتلخبط. طب هو بيبقى حافظ؟ في منهم حافظين وفي بينسى على الهوا. يعني انا مثلا طب يعني اللي هو حافظ وفي نفس الوقت بيتلخبط من الملقن، جه نسي، بتعملوا ايه بقى في الموقف لا ده؟ انا بديله، انا بقى بخبرتي انا بقعد اشتغل في البروفات، وبعدين بقعد كل يوم في الكالوس، ففاهم الدنيا ماشيه ازاي. وسبحان الله ده عرفته بعد كده يعني ان ودني بقت متعوده على الممثل. وانت بتقولي الجمله احس انك انت ناسيه الجمله اللي بعدها. اه صح. يعني انت بتقولي الجمله بس بتقوليها فانت مشتته سنه، لانك عايزه تجمعي الجمله اللي هتقوليها بعد منها حتى وانت مذيعه. وده عندك سنسور بقى كده، احساس كده ان انت تلقط ان هو ناسي. ده حصل معايا في موقف انا مش ناسيه. كنا في مسرحيه جواز على ورقه طلاق، ومدام سهير المرشدي على المسرح بتقول مونولوج. مدام سهير حافظه. انا سبت الكالوس ماسك النسخه في ايدي كده، كالوس كده، وكان واقف بتكلم على الباب مع مدام الاستاذه زوزو نبيل الله يرحمها. انا بتكلم مع مدام زوزو، انا بعيد عن الكالوس وودني مع المسرح. فوانا ودني مع المسرح حسيت ان سهير مش فاكره الجمله اللي جايه، هي بتخلص الجمله. كنت انا ناطط من باب الاوضه هنا على الكالوس بقول لها بابا بابا والنسخه مقفوله. فبصت لي وقالت، اتاريها وهي على خشبه المسرح لما بصت ما لقتنيش في الكالوس توترت سنه. انا من تون صوتها اللي انا متعود عليه جريت قلت لها الجمله. لما خرجت اللي اكد لي ده قالت لي تعالى انت كنت فين؟ قلت لها بس كنت بقول قالت لي طب انت عرفت ازاي ان انا عايز اقول الجمله؟ فدي. وبقى خلي بالك في اساتذه كبار يعني كانوا ملقنين في البدايه، يعني الاستاذ النجم الكبير استاذ حسن البارودي كان ملقن في البدايه. استاذ شفيق نور الدين كان ملقن في البدايه. استاذ حسن مصطفى كان ملقن في الاسمان ياسين. كتير. في بعض منهم صغيرين بقوا بيعملوا ادوار صغيره دلوقتي، انما كانوا ملقنين كانوا برضه. ملقنين في الاول. فهي كانت مساله صعبه لدرجه ان انا نسيت نفسي، لان بقيت بشتغل على طول. نسيت بقى اداره المسرح والبتاع والحاجات دي، وبقى اجري اعلى من المساعد الاول لان بقيت مطلوب. ده مهم موضوع الملقن ده للدرجه دي؟ كان في الفتره دي مهم جدا. كان في الفتره دي مهم جدا. انا المسرحيه اللي لقنتها دي، طب لقنتها ليه؟ يعني اشمعنى جابوني انا وكان في ملقنين؟ اتاري بعد كده عرفت يعني. المسرحيه دي كانت بطوله مين بقى؟ مين؟ يعني تاليف الدكتور رشاد رشدي رحمه الله عليه. اخراج استاذ كمال ياسين رحمه الله عليه، المخرج العظيم اللي انا في رايي ان ما خدش حقه، من اعظم مخرجين المسرح. كانت بطوله يوسف بيه وهبي، استاذ حمدي غيث، مدام سناء جميل، مدام كريمه مختار، استاذ فؤاد احمد، مدام مديحه حمدي ربنا يديها الصحه، مدام جبر عبد المنعم، مدام ادريه ادري. وكان الممثلين الصغيرين اللي في المسرحيه حسن عبدين، فايق عزب، على ما اذكر يعني. فاتاري ان كل الملقنين بيهربوا من المسرحيه دي. ليه؟
لان يعتبر الممثلين اللي فيها متعبين للملقن. متعبين كايه بقى؟ يعني مش حافظين ولا عايزين كلمه بكلمه يعني ولا؟ عايزين كلمه بكلمه، دي حاجه. يعني يوسف بيه وهبي ما كانش بياخد حاجه من الملقن. حافظ؟ مش حافظ. امال ايه؟ يوسف بيه العبقري. فيوسف بيه يقول عن الملقن ملخفن. يلخبطه. وكان يوسف بيه في المسرحيه دي الدور بتاعه مسجوع، يعني زي الشعر. شخصيه شهاب دي. فتخيلي بقى دور شعر او مسجوع على وزن، وهو مش حافظ بس عارف المشهد بيقول ايه، كل يوم يطلع يألف كلام يقول نفس المعنى. عبقرية يوسف بيه وهبي. كل يوم؟ كل يوم. وهو مش حافظ اساسا النص الاساسي. عارف المعنى ويقول. الاستاذ كمال ياسين كان مخرج وممثل. تمام. فيقول بما معناه. مدام سناء جميل ما كانتش بتسمع، عندها ودن، لانه هي لما دخلت التمثيل وهي صعيديه اخوها ضربها على انها ما بقتش تسمع، فلازم الملقن يروح يحفظها في بيتها. هو الملقن كمان دوره انه يروح يحفظ الممثل؟ اذا الممثل طلب منه هيعمل انا تصورت ايه؟ ده مثلا ممكن يكون مساعد من مساعدين الاخراج يروح يحفظ او كده. المساعد الاخراج ما يعرفش يحفظ. الملقن. تمام. فكان في عشان كده جابوني اشتغلت. وكان الاستاذ حمدي غيث لو الملقن ما ادالوش الكلمه بكلمه ومظبوط وبتاع، انت عرفت بقى عشان كده يهرب الملقن. مره خرج الكواليس، ضرب الملقن بالشلوت ودخل كامل الامر. ما ادالوش الكلمه على طول فوق ده؟ ما غلط بتاع، فخرج ضرب بالشلوت ورجع كامل. واخبار الجمهور من الموقف ده ايه؟ لا ما حدش حاسس بحاجه. استاذ حمدي غيث ده زي ما بنقول من اباطره المسرح. يعني كان الفتره دي استاذ حمدي غيث، استاذ كرم مطاوع، استاذ سعد اردش، استاذ كمال ياسين. اسامي عظيمه في المسرح. يا استاذ عبد الرحيم الزرقاني. والحمد لله ان استاذ نبيل الفي طبعا. الحمد لله ان ربنا كرمني واشتغلت وياهم كلهم يعني. بس كنت صغير جدا يعني. من هتشتغل صغير، ما انا بدات صغير. بدات صغير. لحد ما يعني درت فرقه ابويا بالمحترفين. كان عندي 15 سنه ونص، 16 سنه، اقل من 16. يعني الفرقه كلها انت اللي بتديرها؟ الفرقه كان موقف حصل. والدي ممثل، كان موظف في الدوله في فرقه مسرح الحكيم اللي كان مديرها الاستاذ جلال الشرقاوي. وهو بينتج مسرحيه جديده، كان انتج حركه هضيعك ببدر الدين جمجوم ونجوى فؤاد وزينات صدقي وكريمان الخواجه بيجو. وبعدين بيعمل مسرح، وكان سيد زيان اول فرصه والدي اداها له. كان بيعمل مسرحيه ثانيه اسمها المغفرين 3، ومأجر مسرح فرقه الحكيم اللي هو محمد فريد. كانوا بيأجروه في الصيف يعني. وكان قبل منها هو بيمثل في مسرحيه اخراج الاستاذ جلال الشرقاوي فرقه الحكيم اسمها قال لي قمر، بطوله الاستاذ الراحل العظيم شكري سرحان ومدام سوري البابلي الله يرحمه جميعا، الاستاذ محمد توفيق. كان الكورس الحاج رشان توفيق وعزت العلايلي اسامي يعني عظيمه. ووالدي كان بيمثل فيها. كان في جوقه اسمهم مشهد بتاع الحشاشين. كان حسن حسني، عبد العظيم بدار، محمود السيد، حسن ابو داود، الاربعه. وكانت المسرحيه طالعه مهرجان دمشق. فالمسرحيه هتسافر قبل افتتاح المسرحيه اللي هي انتاجه على محمد فريد دي قبل منها باسبوع. واكتر حاجه في اي عرض يطلع الاسبوع اللي قبل الافتتاح. لان ده اللي بيبقى فيه كل المشاكل. ممثل مش عاجبه اسمه، واحد ناقص له حاجه، الافيشات ما نزلتش، كل دي اصعب حاجه الاسبوع. فوالدي راح للاستاذ جلال قال له شيلني من الروايه، يعني حط اي حد مكاني، لان انا عندي افتتاح وهخسر. قال له لو ما سافرتش هفصلك. فسافر، فسابني انا بقى في الاصعب اسبوع. اصعب تتحمل المسؤوليه. مفيش. واداني ورقه قد كده، قال لي اول يوم هتدي 50 جنيه لنعمه مختار، تاني يوم تدي 50 جنيه لزين العشماوي، تالت يوم تدي 20 جنيه لسيد زيان. ده كله من الايراد. ومشي وسابني وخلاص. وبعدين انا
كان الله يرحمه صديق والدي، وكان مدير خشبة المسرح بقى عندنا في الفرقة، عم صلاح صادق الله يرحمه ويحسن إليه الجميل الله يرحم حبيبي. الجميع. فجاء قال لي انت مش هتفتح الشباك؟ ده ما فيش تذاكر. قلت له ايه؟ طب اعمل ايه؟ قال لي عايزين فلوس نطبع تذاكر. اه. كان عندنا محل في باب اللوق بتاع والدي وخالي، كان محل مقلة كبير قوي قدام سينما ريو يعني، مم. شارع منصور. رحت المحل خدت فلوس، رحت طبعت تذاكر، والتذاكر توديها ضريبة الملاهي تتختم، وبعدين انت قاعد في الشباك والبتاع كل ده بقى مم. والمشاكل. وربنا قدرني وفتحنا العرض، وكان يوم لافتتاح المسرح قرش كومبليه مليان فوق وتحت. كان الايراد بقى كله بتاع الهوجه دي كلها 64 جنيه. وانت هتدي نعمة مختار 50 جنيه. 50. ولازم اورد تاني يوم ضريبه الملاهي. اه. يعني النهارده التذاكر لازم تاني قطعتيها، يوم على طول تاني يوم الضريبة. تودي الضرايب مم. كده يعني. و تاني يوم عملت ايراد 54، تالت يوم الايراد 44. الله. وبعد والدي لما رجع كانوا طبعا بقى حسن حسني وبدار وبتاع بيلعب ابويا هناك، يقولوا له المسرحيات قفلت، زين ساب الروايه حاجات كده، وهو بقى عي. اه. لحد لما رجع في عم بدر جديد الله يرحمه اللي كان مدير دار العرض، اول ما استقبلهم بقى قال له انت خلفت راجل، مسرحيه ماشيه لحد ما وصل. جه مم. خدني بعد المسرحيه ما خلصت، رحنا نسهر في النادي اليوناني. فقلت له عملنا كذا كذا كذا، مم. كلهم قالوا له خلفت راجل. افتكرت هيقول لي بقى برافو عليك. قال لي ما انت حمار، ليه؟ سرقوك يا حمار. قلت له سرقوني. انا متوقعه انه هيقول لك برافو عليك. سرقوك مين؟ قال لي بص الايراد مم. تعمل اول يوم 64، عامل تاني يوم 54. 54، تاني يوم 44. قال لي ما فيش كده. قال لي انت كنت بتقف فين ساعه المسرح والشغل؟ قلت له واقف في الشباك. اه. قال لي يا حمار، تقف على الباب عشان الشباك تدي الزبون التذكره، ها. انت تقف على الباب تقطع التذكره تديها للبلاسير يقعدوا في الصاله. انما بقى يا حمار اللي كانوا بيعملوه، التذكره راحت، مم. اللي على الباب ما قطعهاش اداها للي قعد، اللي قعد خدها ورجعها الشباك باعوها تاني. ياه. حاجات اتعلمت حاجات انت كتير. اتعلمت بالطريقه الصعبه، يعني اللي هو اترميت في وسط النار زي ما كنت بيقولوا الاول واتعلمت. وانا صغير لان انا بشتغل يعني، كان بينزلني الفرقه من وانا في اولى اعدادي، يعني يمكن عندي 12 سنه ولا 12. ده لانك لقاك شغوف بالعمليه الفنيه وبشتغل كل حاجه، مم. اقف على الباب، القن، اقطع تذاكر على الشباك، امثل، كله. مين اللي كان بالنسبه لك حلم انك تشوفه وشفته وهو بيمثل من الفنانين الكبار اللي انت اشتغلت معاهم؟ انا شغفي بالاستاذ فؤاد. فؤاد المهندس. الاستاذ فؤاد المهندس. مم. هو جه، انا بمثل يعني سواء في المركز او في اي حاجه، بس كده الموهبه العاديه ما اعرفش اصول يعني. اول حد لفت نظري للتمثيل وازاي كان الاستاذ فؤاد. كان على مسرح لسيه الحريه، كان قبل منها والدي على المسرح ده مأجره وعامل حركه واحده يعق. مم. فكل الموظفين اللي على الباب وعلى الشباك عارفين ان انا ابن حسن ابو داوود، فكل يوم اروح المسرح ببلاش. اه. كان الاستاذ فؤاد بيعرض مسرحيه سيده الجميله، الله. فانا يمكن شفتها يمكن 15 مره. بس لفت نظري وانا لسه مش واعي يعني، انا بمثل بحب بتاع، انما ما اعرفش يعني ايه التمثيل بقى والشخصيه تبقى ازاي. مم. انت كده تلقائي بالموضوع. وانا بتفرج على الاستاذ فؤاد، ايه ده؟ عامل الشخصيه كمال بالطاروتي ده في مشهد بينه وبين ولدين جداد، سيد زيان وفاروق فلوكس، دول كانوا جداد، مم. وهو واقف في وسطهم، وده بيضحك على الاستاذ وده بيضحك على الاستاذ، وسيد يقول له انا شو بتاع، والاستاذ فؤاد ببساطه يروح عامل كده، وصلني كلامك البتاع. مع ان الاستاذ فؤاد هنا اه. ممكن يبهدلهم
ويقول عليهم ضحك، محافظ على الشخصيه. اللي بيقدمها اللي كمال هو بيت طاروطي ازاي ما ينزلش للمستقبل. لما دخلت المعهد وفهمت وكبرت واتعلمت، عرفت قد ايه الاستاذ فؤاد كان بيعرف يعمل الشخصيه ويحافظ عليها. انت اخرجت له بعد كده أخرجت مسرحيه له. واشتغلت مساعد اخراج انا معاه؟ اشتغلت الاول مساعد مع الاستاذ سيد سيد راضي راضي. للاستاذ فؤاد المهندس في اسمتي، وهو بقى يحبني دي وقال كانت عليا، اول مقابله. قال عليا احسن مساعد مخرج في مصر. وصرنا يعني بيحبني، بقيت كأن التالت بتاع ولاده بتاع احمد ومحمد طب احكي يعني. لي ايه يعني، لا مقابلتك الاول ليه مش بقى كنجم هو على خشبة المسرح وانت بتتفرج عليه، لا وانت بقى بتشتغل معاه كمساعد اخراج، اول تعارف ما بينك وما بينه، اول انطباعات ما بينكم كانت عاملة ازاي؟ ولو اني ما بحبش اكرر الكلام اللي انا قلتها لان واقعة كانت صعبة. انا كنت المخرج المنفذ، اه. يعني الاول الجامد مع الاستاذ سيد راضي، وبنشتغل في القطاع الخاص. مم. سيد كان بيعمل في السنة مثلا على الاقل في الموسم 3 مسرحيات، وانا المساعد الاول. ما شاء الله. وكان يشترط ان لازم اوقع قبل ما يوقع لانه ما يشتغلش من غيري. فلما جه يعمل اسمتي في المسرح الكوميدي، كان مم. انتاج مشترك ما بين فرقه الاستاذ فؤاد والاستاذ صلاح يسري مم. مع الدوله. تمام. ومضوا خلاص، الاستاذ سيد بيخرج، كان معانا الله يرحمها الاستاذه رجاء حسين، الله يرحمه محمد ابو العنين. فالمهم قعدنا نعمل بروفات حركه، احنا ما شفناش الاستاذ فؤاد. انتوا شغالين مع باقي باقي بنشتغل الفرقة مع وباقي الممثلين؟ الممثلين، وعندنا ممثل صغير على ما اظن كان ايامها الله يرحمه مصطفى سعد، مم. زميلي في المعهد، كان بيقف مكان الاستاذ فؤاد. تمام. والاستاذ سيد يقول تعالى كده وروح كده وانا اكتب. مم. وانا معايا في الدوله 2 مساعدين تانيين. ففجاه الاستاذ سيد قال بكره الاستاذ فؤاد جاي الساعه كذا، اول يوم هيجي. كنا احنا خلصنا اللوحه الاولانيه ميزانسين حركه يعني. لو انت ما تعرفيش الاستاذ فؤاد واول مره تشوفيه لازم تترعبي فعلا؟ وتخافي. انا كنت ليه؟ اه. استاذ فؤاد طبعا ما كانش بيلبس جرافات، ايوه. كرشه كده، والمنديل، والشوز لازم يبقى متلمع ايه، مم. ويخش. كان ايامها بيشرب سيجار. مم. فدخل هو والاستاذ صلاح يسري شريكه المنتج، الاتنين داخلين كده بدل بهوات. والسيجار، وقام الاستاذ سيد قابلهم. اه. كلنا الممثلين من مدام رجاء بسحر رامي كانت اول فرصه ليه، احنا بالبتاع قاعدين متكببين على جنب في المسرح كده، وهو قال مساء الخير، وصوت بقى الاستاذ فؤاد لما يتكلم بالجراف، وراح واخدهم الاستاذ سيد على الجنب التاني وقعدوا يشربوا القهوه واتكلموا. طبعا هو لما دخل اترعبنا كلنا واحنا قاعدين ساكتين كده. اه. فجاه الاستاذ سيد راضي الله يرحمه ويحسن ليه الله يرحمه. يروح قال لي اتفضل يا استاذ محمد شغل بروفا. ليه؟ انا اللي شغل بروفا؟ اه. فانا تنحت ازاي يعني. في العاده مم. انا بقى كمخرج بعد كده لو انا معايا نجم كبير او نجمه كبيره ما بخليش المساعد هو اللي يبدا يدخله في الروايه. اه انا كمخرج ابدا بقى انا، يعني اديله قيمته وبرستيجه. مش مساله قيمته او برستيجه، مساله ان في حاجات تشرحها. تمام. استاذ سيد قال لي انا بدات اتوتر لانك حد استاذ فؤاد ده كده، والاستاذ سيد لئيم، ما انا عرفت بعد كده لئيم وذكي. مم. راح انا فاكر كرسي، راح لافف الكرسي وقاعد على جنب وعمل كده. هو ما اخرجش الاستاذ فؤاد قبل كده، كانت اول مره. وقلقان من الاستاذ فؤاد. اه. والاستاذ فؤاد يعني ممكن يقول لك ايه الزفت ده، عادي. بيهزرش يا استاذ فؤاد وما بيجاملش. مم. فبدات انا قمت، دخل الممثل الصغير ده، دخل ده دخلت الاستاذ فؤاد. دخلت الاستاذ فؤاد ازاي؟ بيجري، هو بيعمل تحسين البنطلون القصير، هو بيشتغل باش كاتب عند محمد ابو العينين الله يرحمه المعلم، والمعلم بيجري وراه. مم. فانت عايزه الاستاذ فؤاد داخل يجري
وبيحاور المعلم. مم. قلت له اتفضل يا استاذ حضرتك هتخش من هنا، هتجري يا استاذ فؤاد من هنا كده، تلف كده وانت وراها بالعينين. استاذ فؤاد يقول لي اه امم وماشي ما بيجريش. قال له حضرتك هتفضل لان هو هيبقى بيجري وراك، هتوصل لهنا. قال لي وصل بقى محمد هنا. قال له جملتين. قلت له يا محمد اهجم بقى على الاستاذ فؤاد. استاذ فؤاد حضرتك هتجري عشان هو لو مسكك. يقول لي امم قول الجمله. طول المشهد لا في رياكشن، لا حلو ولا وحش، وانا متوتر، وهو عشان ما بيجريش فانا بقول مبررات. طبعا ما قالهاليش الاستاذ سيد. اقول له اصل حضرتك هنا لو انت حصل كذا هيبقى في كذا، واصل هنا يا ابو العينين انت هتخلي بالك بقى، اجري يلا بسرعه. وهو خلاص خلص المشهد، مفيش رياكشن الاستاذ فؤاد، لا حلو ولا وحش. السيد قاعد عامل كده على جنب. خلص المشهد، صوته الجهوري يا سيد. انت اتخضيت. انا اتخضيت. كلنا اتخضينا خلاص. فالاستاذ سيد راح منطون على الكرسي. قال له ايه يا استاذ؟ قال له على فكره ده احسن مساعد مخرج في مصر، مش عشان بيقول للممثل روح يمين ولا تعالى شمال، لا عشان ليه بيقول له يروح يمين ويروح شمال. فالاستاذ سيد رحمه الله عليه قال له تلميذي يا بابا. طبعا هنا انا اقول لك ليه الاستاذ سيد عمل كده. ليه؟ الاستاذ سيد ذكي ولئيم. ما انا بقى اشتغلت مع الاستاذ سيد اكتر من 40 مسرحيه كمساعد، خلاص حافظه بقى. ونتخانق مع بعض وبيننا مشاكل وشغلانات. لان الاستاذ سيد هيقعد يراقب. نفترض في اللي انا عملته ده، الحركه اللي انا عملتها، وفي حاجات انا مظبطها من عندي مش عاجبه الاستاذ فؤاد، او قال له يا سيد ده زفت، هيقول له طبعا يا بابا حقك، ما هو مساعد حمار مش فاهم، ويروح مصلح على الهوا. عشان هو عايز هنا المخرج، انت عندك ممثلين كتير وممكن يبقى عندك نجوم، عايز امسك الخيوط بتاعت كل نجم. انا لما بخرج عندي 30 40 واحد نفسيات مختلفه طبعا، اللي طيب واللي شرير واللي ثقته في نفسه قليله واللي مش عارف ايه. ازاي انت تخلي دول كلهم في بوتقه واحده وتتحققي اللي انت عايزاه؟ زي المدرب كده مع الفريق وهو بينزله لازم يعرف ينزل مين جنب مين، مش اي حد، مش مجرد ان عندي نجوم. لا لا لا، يعني لازم انا يستوعبهم. وانا بختار نجم مين اللي ينفع جنبه. في ممثل ما ينفعش جنبه، في ممثله ما تنفعش جنبه. حتى بعد كده اكتشفتها من الاستاذ سمير خفاجي رحمه الله عليه، وهو كان بيعمل مسرحيه بامبا كشر، واول مره تمثل الاستاذه ناديه لطفي على المسرح. وكان اللي عايز يعمل الدور الاستاذ اميل هنيدي. الاستاذ سمير ما جابوش، كان بقى نجم يعني. قال لك ما ينفعش مع ناديه. استاذ امين كان سريع البديهه وممكن من كلمه يقعد يقول فيها افات ساعه. فجاب جنبها الاستاذ عبد المنعم مدبولي، عشان عبد المنعم يعرف يضحك وفي نفس الوقت يعرف يحافظ على اللي جنبه. ودي كانت نجمه سينما كبيره، اول مره تنزل مصر. فازاي فمش لازم يبقى معاها نجم ياخد منها الاجواء. مش بس هياخد، هو هيوترها في حاجات. صحيح. هو عايز حد يستوعبها. انما الاستاذ مدبولي كان مخرجا و ممثل وشاطر، زي بالظبط لما اشتغل جنب مدام شاديه وهي اول مره تنزل على المسرح. يعني في حاجات المخرج مش مجرد ان انا عاجبني الممثل ده او الممثله دي، انا لازم الكاست يبقى كله متجانس، لازم مع يبقى بعض. فيه تجانس. اما اجيب الاستاذ فؤاد هجيب جنبه مين؟ صحيح. كل حد وله حد. بما اننا ذكرنا طبعا العظيم سمير خفاجه، حضرتك كتبت المذكرات بتاعته. انا مش كتبت المذكرات، هو كان كاتب مذكراته من زمان. بس ما كانتش مكتمله. وفين طبعا انا قعدت جنب الاستاذ سمير 10 سنين، وهو لما جات له الجلطه واتشال. يعني من بعد ما قفلنا، من قبل ما نقفل بودي جارد، احنا قفلنا بودي جارد 2010،
هو جات له الجلطه لما كنا في دبي 2008. مم. فضلت قاعد وياه لحد ما توفى في 2018. الله يرحمه. لان كنت بحبه وحاسس انه قدم للمسرح المصري كتير وقيمه. اكيد طبعا. ف كان كل شويه يقول لي اطلب لي اكرم السعداني. اكرم السعداني الصحفي طبعا الكبير الصحفي الكبير طبعا استاذ اكرم. وابن الاستاذ محمود محمود السعداني، السعداني. وعمه طبعا الاستاذ صلاح صلاح السعداني. السعداني. وانا مش فاهم لحد ما زهقت بقى، قلت له ايه مع اكرم مشغول ولا بتاع؟ قال لي اصل عايز اكمل مذكرات. قلت له فين المذكرات دي؟ قال لي ايه؟ بدات اقرا فيها، شبطت فيها. مم. حاجه تحفه. راجل مشوار عظيم ومشوار صعب، وطلع كل النجوم ينفع دي. يطلع منه دراما؟ يعني تبقى هي شيقة لو اتعملت مسلسل هي أو... حياته كلها مم. درام، بس غالبا على اساس ان الجمهور العادي مم. ممكن ما يعرفش عنه حاجه زيه زي النجوم. صحيح. انما انا عملنا الكتابين لان يستفيد منها كل شاب وشابه، مش بس كممثل او كمذيع او مذيعه. ده ازاي الاراده والاصرار ان لازم ابقى حاجه ويبقى حاجه. وما شاء الله حتى بعد إصابته بالجلطة كان متذكر كل حاجة متذكر وقعدنا والتفاصيل. وكان عايز ينتج تاني وقعدنا وكملنا المذكرات. استكملتها لان هو كان كاتب بخط ايده لحد سنة 70. يعني كاتب من واتولد سنة 30. كتب يعني كاتبين من 38 وهو عنده 8 سنين، وازاي بدأ مم. اللي حببه في الفن وكده لحد سنة 70 تمام. لما عمل مدرسة مشاغبين. ومن 70 ل 2010 مم. عمل 24 رواية ما اتكتبش عنهم حاجة. آه. فبدأنا أقعد معاه عشان نبدأ، بس ما كتبناهمش بنفس الحلاوة اللي كاتب بيهم الأعمال التانية. اللي فاتت. جميلة. مم. وازاي يتعامل مع النجوم ازاي، وطلع دول ازاي وعلاقاته كان عظيم. طيب نرجع تاني لفؤاد المهندس لما أخرجت له عمل مسرحي هو والفنانة شويكار. والاستاذ محمد عوض والاستاذ سيد عبد الغني الله يرحمهم جميعا يعني. الله يرحم واول الجميع. فرصه لوائل نور. الله يرحمه. بتشوف نفسك مخرج أكتر ولا ممثل؟ والله بصي، انا الحمد لله نجحت في الاثنين. مم. انا عملت 20 مسرحيه لكبار نجوم مصر كلهم، يعني يمكن ما فيش حد ما اخرجتلوش غير هم اتنين، عادل امام وسمير غانم. ولما اتعرض عليا اخرج لسمير غانم اعتذرت. ليه؟ سمير غانم نجم جامد طبعا. وفرسيل رهيب. مم. هل صعب السيطرة عليه انه يلتزم بنصه في المسرح؟ مش هقدم له، انا قلت كده للمنتج يعني، قلت له مش هقدم له حاجه. انا يا دوب ممكن ازوق له المسرح، اعمل له ديكور حلو، اعمل له اضاءه. انما الاستاذ سمير خيال وشاطح، اللي انا هقوله مش هيتنفذ. وهو كده بتلقائيته هو كده عظيم. مم. هما تقريبا الاثنين. انما بقى من سعيد صالح، يونس شلبي، احمد بدير، نجاح الموجي، غير الحمد لله ان ربنا كرمني وساعدت في طلوع نجوم كتير من اول عبلة كامل وعلاء ولي الدين ومحمد هنيدي وصلاح عبد الله وائل نور وممدوح وافي. الجيل كل الجيل ده. لا ده في كتير، وفي ناس انا مش فاكرها يعني، كتير قوي. فالحمد لله. فانا في الاخراج نجحت، ولما الحمد لله اشتغلت في التمثيل هم دلوقتي بيزنوا عليا بقالهم سنتين ثلاثه عشان اخرج، وانا مش عايز يعني. ليه؟ مجهود؟ اخر حاجه اخرجت مولد سيد المرعب 2010. ومتعب متعب الإخراج؟ جدا. ما هو من اول ما بتختاري النص مم. لحد ما يطلع على خشب مسرح انت بقى، شغال. من ممثلين لديكور لموسيقى لازياء لاستعراضات طبعا المسرح كان مات من بعد 2011 وبادئ يسترد عافيته بقى له سنتين ثلاثه. ما فيش قطاع خاص،
هشتغل في القطاع العام. طب ما انا ابن القطاع العام وعارف المشاكل اللي موجوده، فما اناش يعني لو ما رجعتش اعمل حاجه حاجه. احسن من اللي عملته خلوهم فاكريني كويس، اه. ما بهدلش نفسي. وانا في التمثيل الحمد لله. طب هل المسرح دلوقتي لو رجع تاني القطاع الخاص مش هيكسب؟ هيكسب، بس لازم اعمل المسرح للمصريين زي ما كنا زمان، ازاي؟ ده معنى ايه؟ ان بقدم مشاكل المصريين، اه. بحترم عقله، مم. بقدم له. النهارده التلفزيون والسينما بيجذبوا المشاهد، عشان يروح المسرح لازم خشبة المسرح تتجدد، يبقى عشان اعرف اعمل فيها ابهار، اه. فالمشاهد يروح عشان يبقى هيشوف حاجة جديدة، مم. حاجة مختلفة، مم. مش اعمال حدوته، مش لا. بقى في النهارده لازم اقدم. احنا زمان ايام انا ما فاكر فرقه ابويا بتاع، كنا المسرح الموسم الاساسي الشتوي كان 9 شهور في السنه، كان الصيفي ده حاجه بسيطه كده، ال3 شهور بتاع الصيف. مم. فلما حصلت السياحه العربيه بعد 75 والبتاع والناس اعتمدوا على السياحه، مم. دمروا المسرح. لازم المسرح يرجع للمصريين، مم. زي بالظبط لما كان الوحيد اللي يمكن كان بيروح له جمهور مصري هو محمد صبحي، اه. الباقي كان يمكن بيعتمد على السياحه. صحيح. مم. فلازم ليه؟ لانه كان بيروح صبحي ليه؟ بيقدم له موضوعات، مم. بيخليه يفكر، بيحترم عقله، المسرح نظيف، كله منضبط. مم. فاذا احنا اهتمينا بده، وطبعا انا رايي برضو ان المسرح مش هيقوم غير على ايدين الشباب، اكيد. لان الشباب يبقى عنده الحميه، مم. عنده استعداد انه يضحي، مش همه الفلوس. النهارده هتيجي تقولي لي يعني، اقول لك طب ما انا هاخد كام؟ مش قضيه بقى هاخد كام، انا اه. مش هاخد اللي اعمله، بس كمان اللي هقبضه انا في المسرح هقبض اكتر منه لو انا بعمل ضيف حاجه يعني. مم. انا نفسي بس قبل ما تيجي تلاقي الوقت. الحلقه هتخلص، اه. يعني تقولي لي، عشان عايز اقول حاجه بره الفن. اتفضل. احنا قدامنا قد ايه؟ اتفضل. بما اني في التلفزيون المصري مم. مسبيرو مم. صاحب الفضل عليا، واللي انا بزعل لما بخش ايام ما كنا بنشتغل في الاستوديوهات دي كلها، مم. واستوديو 10 اكبر طبعا. استوديو المنطقه العربيه كلها، اللي كنا قدمنا فيه اعمال كتيره. انا من خلال حضرتك والبرنامج عايزين دايما في اي برنامج او كده ان نعمل توعيه ولو 5 دقايق تمام. لولادنا وبناتنا واحفادنا، ان انا دلوقتي ما بقتش خايف على بناتي مم. منا ومي، اه. انا بقيت براعي حفيدتي اه. ربنا امينه، يحفظهم. مم. والحمد لله ان بنتي سمت هي وجوزها عمر سموا امينه، مم. عشان نبعد عن الاشياء المستورده اللي اه. محل. الاسم عربي عربي وامينه. مم. دلوقتي الحمد لله في اولاد وبنات واعيين بقوا بيسموا اسامينا العربيه الجميله، خديجه وفاطمه مم. وعائشه اللي هو نرجع لاصولنا. المحلات اللي بقت كلها، اتمنى من الدوله قرار ان كل المحلات اللي مكتوبه باسامي اجنبيه ترجع اسامي مصريه، لان عندنا قضيه دلوقتي. اللي هي. انا ولد كلمني، كنت في العربيه رايح في جمعيه البقيات الصالحات عشان اعمل حاجه، مم. الحمد لله وعملتها يعني، ربنا يرحمها دكتور عبله عبلة التحلاوي. التحلاوي الله يرحمها يا رب. فولد كلمني في المسافه، قال لي اصل انا عندي موضوع كده عايز أقوله. هو عارف اني مخرج، قلت له اتفضل. قال لي دلوقتي انا عندي، افتكرته هيقول لي عمل، اه. قلت له يا ابني دي فكره. قال لي ليه ما نعملش مسلسل مصري مم. باللغه الهيروغليفيه؟ مم. قلت له اه، كمل. عجبك. قال لي المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه والضجه اللي عاملها في العالم ولغتنا، وهيبقى فيه. قلت له يا حبيبي
انا هقول باختصار يا حبيبي، ده احنا دلوقتي بعد قطاع الانتاج ما وقف مش عارفين نعمل مسلسل لغه عربيه بتاريخنا، الاعمال الدينيه او التاريخيه او الاسلاميه. قال لي يا استاذ ده لو عملوه ده دلوقتي يتباع بره اكتر، واحنا بقى في لوسه بره بالمتحف المصري الكبير اللي اتعمل وبالحضاره المصريه للاثار والحضاره القديمه. المصريه، وممكن يتعمل سوتتر ترجمه، ممكن كمان نعمل بلغات مختلفه ويبقى اللي عايز يسمع باللغه. قلت له الفكره جميله. وبدانا نفكر ازاي الاحتلال لما احتل مصر ايام عبقريه مصر وتاريخ مصر، مصر القديمه بعظمتها، ان لما دخل الهكسوس وبعد كده البطالمه والرومان واليونان، انه حبوا يموتوا اللغه الهيروغليفيه لحد ما موتوها. الحمد لله لما دخل سيدنا عمرو بن العاص في مصر والفتوحات الاسلاميه وبدانا نتكلم عربي، وبقى في اللغه العربيه لغه القران، ولكن احنا كل اثارنا باللغه الهيروغليفيه والناس بتتجنن بيها. طب ليه انا ما رجعش دلوقتي اللغه الهيروغليفيه زي ما بنقول لغه تانية انجليزي ولغه ثالثه فرنساوي، ما دخل الهيروغليفيه لتعليم شعب مصر كله، عشان لما حد يتعلم ويروح يقف قدام عمود ويتفرج هيعرف تاريخه، وهنكتشف اللي احنا لسه مش عارفين نكتشفه، لان كل الحاجات مكتوبه على العواميد ومكتوبه في البرديات. والملحوظه الثانيه، طبعا يا ريت الدوله تهتم او حد مسؤول. طبعا سمعت معلومه من الولد واتمنى تكون صحيحه، إن شاء الله. واتمنى تبقى رساله لوزير التربيه والتعليم ان بيتقال انه هيدخلوا اللغه الهيروغليفيه من سنه رابعه ابتدائي. يا رب، يا ريت، ده يبقى شيء عظيم. لان نرجع لغتنا بدل ما انا بهتم كل بلد داخله عماله تعلم شعب اللغه بتاعتها. طب ما اتعلم لغتي كمان. انا مش ضد ان اتعلم لغات تانية، انما اعرف لغتي القديمه. بالاضافه ان ما حدث في اللغه الهيروغليفيه يحدث الان في اللغه العربيه. الولاد والشابات اللي بشوف بعد اوقات بيكتبوا اللي هو بيقولوا الفرنك اراب ده ولا البتاع، الكلمه مش عارفه تقريها عربي وكلمه مش عارف ايه في الوسط والبتاع. لا يا ولاد، لا يا بنات، ارجوكوا حافظوا على لغتكم، لان هم عايزين يدمروا برضو اللغه العربيه وننسى لغتنا. النهارده واحنا خرجنا، يعني لما اجي انا موافق على عمل المدارس الاجنبيه والجامعات الاجنبيه وكل ده، انما زي ما رفضت في مدارس بنات وهم صغيرين لما جينا في اجتماع اولياء امور وجت مديره المدرسه انها بتعمل اجتماع مع اولياء الامور وبتتكلم انجليزي، قلت لها انا معترض. انا جايب البنات يتعلموا انجليزي، انما احنا نتكلم عربي ولازم يتعلموا العربي. ولازم ماده العربي زي ما كانت زمان هي تفضل ماده نجاح وسقوط. ماده نجاح وسقوط، صحيح. الله، انا قاعد هنا انا مش اخرج الانجليزي عشان احتل باللغه بتاعتهم. لا، انا بحافظ. لا بس احنا برضو من اكتر الشعوب اللي يعني محافظين على لغتنا العربيه، يعني ما تاثرناش بالاحتلال زي الدول بقت تتكلم معظمها فرنساوي طبعا مثلا. احنا اللي علمناهم العربي. انما دلوقتي بنعمل في نفسنا ايه؟ اغلب المدارس اللي هو عشان تبقى شيك لازم كلامك كله يبقى ما ينفعش. احنا ده عشان تعرفي تقري وتفهمي الخارج طبعا. انما لازم ناكد ان مع بعض وانت قاعده حضرتك مش طول ما انت قاعده تكلمي ولادك انجليزي ولا بتاع، فنتكلم عربي. عايزه اراجع حاجه اراجع، انما لازم يحافظ كمان على لغته. ده طب هو اللغه اللي بتبوظ دلوقتي في العربي بتاع الفرنك اراب دي الحروف اللي بتتحط. لا، ننتبه لاولادنا واحفادنا. لا، وفي حاجات، ده في حاجات تشوفها على الفيسبوك مثلا حد يقول لك انا متضايق كاتبها بالدال، فاللي هو انا ما ببقاش، وناس كبيره فاللي هو يعني حتى الكبار ما بقوش مهتمين قوي او بيكتبوا صح. لا ده غلط. ما انا لازم ما هو بدل احنا عندنا بقى مصيبه السوشيال ميديا ودي بتدمر ناس كتير. احنا عايزين نستخدم الجميل فيها، المفيد فيها، الصح فيها. صحيح. مش باخد اسوأ ما فيها. لا، انا عايز، لازم، انا خايف على اولادي، خايف على بلدي. اللي قاله الريس يا اخوانا المسؤولين، الريس
مش هيعمل كل حاجه لوحده. اكيد. يعني ادى الاشاره، انا عليا دور وحضرتك عليك دور والمخرج عليه دور والاستاذ المصور ده عليه دور، كل واحد يعمل اللي عليه بما يرضي الله. اذا حضرتك اكيد هتخافي على اولادك وخاف على اولاد. انا دلوقتي يمكن بناتي عشان كبرتهم انا بقيت خايف على امينه، ما اللي جاي بقى اصعب. فازاي بقى ده انا عايز كل يعني اقول لبنتي ايه، انا هاجي اقعد اديني فرصه اقعد مع امينه، عايز افضل ازن في ودنها وهي صغيره، تقول لي صغيره لا ايوه بس عايز اعمل حاجات. انت عايز تخليها يعني برضو لسه متشبعه باصولنا وبلغتنا، لازم. وعايز تبقى من الاساس ومن هي صغيره ان شاء الله باذن ما هو الله. اذا حضرتك ما عملتيش ده صحيح. في ولادك خلاص. وبعدين حضرتك كنت ماشيه لقيتي حاجه غلط، واحد انا لقيت حاجه غلط، كل واحد يبدا بنفسه، ما حدش يقول انا مالي. اه ده مالنا كلنا. مصر حبيبتنا كلنا، مصر بتاعتنا كلنا. مش بس هخلي الرئيس هو اللي خاف عليها او الجيش اللي خاف عليها او احنا علينا صحيح. دور مهم يا شعب مصر، يا اللي حميت مصر من اكتر من مصيبه. خلي بالك مصر ده علشان المصريين جذورهم ضربه في الارض. صحيح. فعلشان كده لما بيجي المصري هو عارف عنده قرون استشعار، اول ما يحس بالخطر بيروح عامل له كده. اول ما حسوا بالخطر بعد 2011 وقفوا كلهم صف واحد. الحمد لله. ربنا يحفظ مصر ويحفظ اهل مصر. يا وانا رب. كنت سعيده جدا 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 بلقائي مع حضرتك، ونفسي تعمل حاجه بقى تحكي فيها، لان انت حكاء رائع وانت بتحكي والله بجد. انت بتصور لي اكني شايفه صور وانت بتتكلم عن الممثلين وحصل ايه والذكريات القديمه. انت بس كلامك عامل قدام عينيا مشهد. فيا ريت يعني دي الواضح انها موهبه كمان من مواهب حضرتك، يا ريت تعمل حاجه يبقى كلها حكي. هو انا كان فعلا كان في قناه كنت هعمل معاها برنامج، يعني لما سموني بتكلم مع الاستاذ سمير خفاجي، فكنت عايز اعمل برنامج عن الفن، مش مجرد بس انا اتكلم مع الاستاذ سمير، هاخده مرحله لانها مرحله المسرح واتكلم عن فنانين كتير. وكنت مصر ان اي حاجه زي ما قلت مع حضرتك دلوقتي، ان حتى لو اطلع في برنامج عايز 5 دقايق سلوكيات. لان في ناس لما بتوصلها المعلومه بيبقى بتاع ان الزباله اللي الناس بتتكسب منها بره اللي احنا مهملينها. طب يا اصحاب المحل، والله فكره حلوه، اعملها معانا في التلفزيون. انا ما عنديش مانع طبعا. ده يعني والله يبقى شرف لينا وتبقى فكره حلوه. انا ما عنديش مانع، لان الناس محتاجه بس انها تصدق حد بيتكلم ويبقوا عارفين. وخلوا بالكم الريس عامل اللي عليه وزياده واصبروا، وبيعمل لكم الشيء في صعوبه، في اسعار غاليه، بس هو بنى اللي ما اتبناش في 40 سنه. هو عمل اللي ما اتعملش في 40، ولسه اللي جاي. وان شاء الله في خلال ال3 سنوات اللي جايين سوف تكون مصر مختلفه ان شاء الله. الناس تحملت احسن بكتير بإذن بس الله. الناس ان شاء الله يبقى مصدقه وعلى قلب رجل واحد ان شاء الله. ان شاء الله. نورتني يا فندم، نورتني. اشكرك. فاصل وارجع لكم مره ثانيه.